بالنسبه للناس اللي كتقلب على الميني كيشطون تبعوا معايا باش نوريكم كيفاش انكم تصايبوا في الدار بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه. المكونات اقتصاديه وكاينه في كل دار الاخوان. ما عليك انك تتبع الطريقه كيف ما هي وغادي تخرج لك النتيجه اللي هائله. تبع معايا. الا عجبك لا فيديو خلي واحد الكلمه تخسر حتى شي حاجه وشي دعوه ديال الخير. هنا كناخذ واحد المقله نضيفوا فيه شويه ديال الزيت، نزيدوا عليها البصله ونخليوها انها تشحر مزيان كما كتشوفوا الاخوان، ونزيدوا عليه شويه ديال الملحه. من بعد الاخوان كنزيدوا هنا الفلفل ديالنا. الا كان عندكم ملونات الاخوان ديروهم، فلفل ملون يعني الاحمر الاصفر الاخضر. نزيدوا الجزر، جوج معالق ديال المعدنوس، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الفلفل الاسود والبابريكا. بالنسبه للتوابل فكتبقى اختياريه، ديروا نتوما الكميه اللي بغيتوها ولا الشكل اللي بغيتو. تقدروا الاخوان تزيدوا حتى الكاري. دونك هنا غادي نزيدوا التونه ديالنا ونخلطوا مزيان كما كتشوفوا. من بعد ما وجدت حتى الاخير نزيدوا التونه ونزيدوا شويه ديال الزيتون. من بعد ما طحناها الاخوان ونزيدوا معاهم. هنا كنشدوا هاد القوالب هاد ندهنوهم بالزبده ونفوتوا فيهم الدقيق وندخلوهم للثلاجه. من موراها كنوجدوا هاد الخليط هذا، كنشدوا واحد الاناء نضيفوا فيه 3 ديال البيضات، نزيدوا عليه معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال المعدنوس بودر الا كانت عندكم، وهنايا الزعتر ديالنا من الفوق. دونك كما كتشوفوا الاخوان كنضيفوا 2 معالق صغار. غادي نضربوا الخليط ديالنا مزيان حتى انه كيتجانس معنا الخليط كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. من بعد الاخوان غادي نزيدوا هنايا الحليب ديالنا، غادي نزيدوا الكاس الاول، وغادي نزيدوا الاخوان الدقيق. بالنسبه للدقيق غنستعملوا 3 المعالق في الاول، ونزيدوا معهم واحد الخماره ديال الحلويات، نضربوا مزيان كما شفتوا الاخوان. هنا غادي نزيدوا واحد المعلقه الرابعه، يعني التوتال ديال الدقيق اللي ضفنا هي 4 المعالق كبار. غادي نشدوهم الاخوان هاد القوالب هادو نديروا فيهم دوك الحشوه اللي صايبناها قبل. دونك كما كتشوفوا كنوزعوها بالتساوي، وكنشدوا هذا الخليط وكنضيفوه من الفوق بهذه الطريقه هذه. حتى هو غادي نضيفوه ونستمروا بهذه العمليه هذه كما كتشوفوا حتى ان الخليط ديالنا كنوزعوه على طول هذوك القوالب اللي عندنا. ندخلهم الفران على 180 درجه، نشعلوا عليهم غير من التحت، من بعد نخرجوهم نديروا لهم الجبن ونردوهم على 180 درجه ولكن نشعلوا عليهم من الفوق. دونك كما كتشوفوا هذه هي النتيجه، وكتجي هائله ولذيذه وبنينه لواحد الدرجه اللي كبيره وبالصحه والراحه. كنوريك ساندويتش اللي مختلف على الساندويتشات العاديه اللي كنديرهم. تبعوا معايا باش نوريكم الطريقه، راه سهله وبسيطه، المكونات اقتصاديه وكيجيو هائلين. تقدروا انكم تخرجوهم من التريب معكم ولا تعطيهم للدراري الصغار ولا للضيف ديالكم. داك الشيء كيبقى الاختيار ديالكم. تبع معايا. الا عجبك لا فيديو دير واحد القيمه تخسر حتى شي حاجه، حركه ديال الاكسبلور. بالنسبه للمكونات فهنا غادي نحتاجوا صدر ديال الدجاج، نضيفوا عليه شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الثومه بودر، شويه ديال الخرقوم، هنايا التحميره ديالنا، وغادي نزيدوا شويه ديال القزبر بودر، وهنايا شويه ديال لا. دونك هنا الاخوان غادي نخلطوا هاد التوابل هادو مع بعضياتهم حتى انهم كيتجانسوا كما كتشوفوا، وكيوصل ديك التوابل لكاع الصدر ديال الدجاج ديالنا. هنا نشدوا واحد المقله نضيفوا فيها الزيت، ونحاولوا اننا نجهدوا غير شويه البوطه يعني فوق المتوسطه باش ما يطلق لكم الصدر ديال الدجاج الماء ديالو كما كتشوفوا. هنا كيجي بحال هذا الشكل هذا. من بعد الاخوان كنشدوا نديروا في واحد الطبق، وغادي نشدوا المقله ديالنا، غادي نضيفوا فيها شويه ديال الزيت، ونديروا فيها الفلفله حمراء وخضراء داكشي اختياري، وشويه ديال البصله. غادي نحركهم مزيان حتى انهم كيتشحروا معنا على الطريقه هذه كما كتشوفوا. نزيدوا لهم غير شويه ديال الملحه ونخويو عليهم كما كتشوفوا الصدر ديال الدجاج من الفوق، وكنخليهم انهم يتقلاو مع بعضياتهم. وهذه هي النتيجه كما كتشوفوا. هنا غادي ناخذوا الخبز ديال البرجر كما كتشوفوا، كنحاولوا اننا نقسموه على جوج بهذه الطريقه هذه. هنا الاخوان راه ساهله الطريقه، فقط اننا كنحاولوا اننا نسرحوه ونضغطوا عليه بهذه الطريقه هذه باش انه كيولي رقيق معنا، وفي الساعه اننا نشكلوا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا في واحد الطبق باش اننا ندخلوه للفران. هنا كندهنوا بشويه ديال زيت الزيتون، كنحاولوا اننا ندخلوه للفران باش يتحمر على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نديروا شويه ديال السلطه في الوسط، غادي نديروا شويه ديال الجبن من موراها الاخوان كما كتشوفوا. فهادو سندويتشات اللي ساهلين وبساط وكيجيو لذاذ. وهذه الحشوه ديالنا كنديروها في الوسط كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. وهذه احسن طريقه باش انكم تعطيوهم للدراري الصغار ملي يجيو من المدرسه ولا يديو معاهم من المدرسه. وهنا كنديروا شويه ديال الكيتشوب والمايونيز من الفوق، شويه ديال الصلصه الحاره. وهذه هي النتيجه كما كتشوفوا، تقدم لكم بالصحه والراحه. وإلا عجبك لا فيديو خلي واحد الكلمه تخسر حتى شي حاجه وشي دعوه ديال الخير. كيفاش نصايبوا بحال هاد المنوي هذا في الفران بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه في واحد الوقت اللي قصير، وكيجي لذيذ لواحد الدرجه اللي كبيره. والاهم هادشي هذا اقتصادي وكتجي واحد الكميه اللي كثيره. تبعوا معايا. الا عجبك الفيديو خلي واحد الكلمه تخسر حتى شي حاجه، دير حركه ديال الاكسبلور باش المره الجايه نحط لك فيديوهات اللي هي جديده. بالنسبه للمكونات ناخذ واحد المقله نضيفوا فيه شويه ديال الزيت، بصله كبيره، الفلفله بالالوان ديالها، شويه ديال الملحه، ونخلطوا داكشي يتشحر معنا. من بعد غادي نزيدوا طريفات ديال الصدر ديال الدجاج بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، نحركوه مزيان حتى انه كيتخلط معنا. المعدنوس من الفوق، شويه ديال التحميره، الفلفل الاسود، هنا الثومه بودر، وشويه ديال الخرقوم. هنا كما كتشوفوا كنضيفوا شويه ديال الطماطم والصباره، وكنخلطوا داكشي مزيان، وشويه ديال الصويا معها. من بعد غادي نضيفوا هذه الشعريه هذه الصينيه، من بعد ما اننا رقدناها في الماء سخون وقطعناها بالمقص الاخوان وضفناها كما كتشوفوا. هنا كتعطي واحد البنه اللي هائله. هنا غادي نحتاجوا كما كتشوفوا، غادي نحتاجوا هنا كما كتشوفوا جوج كيسان ديال الدقيق الابيض وكاس ديال الفينو كما كتشوفوا. من بعد كنزيدوا شويه ديال الملحه والسكر ديالنا. كنحاولوا اننا هنا نضيفوا الخماره ديال العجينه معنا، كنضيفوا غير قطعه اللي صغيره، ما كنضيفوش هذه الكميه هذه كامله، غير طريف صغير كما شفتوا. هنا كنزيدوه مع الدقيق ديالنا. وهنا كنحاولوا اننا نخلطوا بالماء كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه، ونستمروا في التحريك ديالها حتى ان العجينه كتجمع معنا وكتولي العجينه اللي متجانسه كما كتشوفوا في الطبق ديالنا.
من بعد الاخوان كنحاولوا اننا ندلكوها، ضروري انها تدلك باش انها تجي مزيانه. كتجي على هذا الشكل هذا، كنقطعوا هاد 6 ديال القطع، كندهنوها بالزيت، كنضيفوها في واحد الطبق على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنحاولوا اننا نغطيوها بالفوق كيس بلاستيكي غطائي ونخليوها ترتاح واحد المده ديال ربع ساعه. هنا غادي نحتاجوا الفينو مع شويه ديال الخمره ديال الحلويات. نسرحوا العجينه قدر المستطاع الاخوان، ضروري انها تسرح مزيان العجينه غير بالزيت في الاول، من بعد غادي ندهنوها بالزبده من الفوق بحال هذا الشكل هذا. وهنا الاخوان كنحاولوا اننا نورقوها بحال هكا كما كتشوف، كما كنديروا المسمن العادي، ونستمروا حتى اننا نضيفوا ديك العجائن كاملين الاخوان نصايبهم بهذا الشكل هذا. هنا غادي نحاولوا اننا نسرحوهم، ونحاولوا اننا نضيفوا شويه ديال الجبن في الوسط، ونضيفوا ديك الحشوه اللي صايبناها، ونجمعوا العجينه كما كتشوف بهذه الطريقه هذه. هنا الاخوان نستمروا بهذه العمليه هذه حتى اننا نساليو كاملين القطع اللي عندنا كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. فالحشوه الاخوان اللي درنا فراه غادي تقدكم، ولا ديروا نتوما الكميه اللي قديتوا عليها. كاين اللي كيبغيهم عامرين بزاف، كاين اللي كيبغيهم ناقصين، داكشي كيبقى اختيار ديالكم. دونك كما كتشوفوا ملي كنجمعوا العجين ديالنا وكيولي على هذا الشكل هذا، نشدوهم نديرهم في واحد اللاطه فوق ورق ديال الزبده، كندهنوهم بالفوق من البيض وشويه ديال الخل الاخوان. وهنا كما كتشوفوا كندخلوا على 180 درجه، وهذه هي النتيجه الاخوان. كنشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت وبصحه وراحه. وإلا عجبك الفيديو خلي واحد التقييم، ما تخسر حتى شي حاجه، وشي دعوه ديال الخير باش المره الجايه نخليك فيديو حتى هي جديده وبصحه وراحه.